تنبيه بس قبل ما نبدأ، الملخص ده فيه شتايم، لو مش حابب النوع ده تقدر تسيب الفيديو من دلوقتي، بس لو كملت ما تجيش بعدين تشتكي. احنا حذرناك من الأول يا فحل. معانا النهاردة قصة عيل ابن أحبة شغال موظف في منظمة شريرة، والمنظمة دي خلاص فاضل لها تكة وتسيطر على العالم كله. فالراجل طبيعي قال بس يا فحول، سنين البعض خلصت، هنحكم العالم ونعيش ملوك، فلوس وسلطة ونسوان، ويمكن أخيرا الواحد ياخد يومين أجازة بدل ما كل خميس يتدشمل على إيد بطل جديد. لكن الإدارة جمعتهم وقالت لهم مبروك يا شوية لباوي، إحنا هنكسب فعلا، وبعد ما نكسب هنرفد نصكم. أحا يعني ابن المرة قضى عمره معاهم ويتحدث في مهمات انتحارية ويطلع 200 أمه عشان المنظمة تسيطر على العالم. وأول ما العالم اتفتح قالوا له شكرا على مجهودك، سيب البطاقة عند الأمن وانت خارج. والمشكلة إن كيسراجي اكتشفت إن عندها أزمة بنت أحبة فعل. بعد ما الشر يكسب هنعمل إيه في عيال ولاد حنيوكا اللي كنا مشغلينهم في احتلال العالم؟ فبدل ما يدوهم مكافأة نهاية خدمة زي خلق الله، قالوا عندنا فكرة أفشخ، ما نرمي واحد منهم على كوكب مجهول نخليه يتجسس عليه ويجهزه للاحتلال، ولو مات نبقى وفرنا مرتب موظف. الله أكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ وطبعا لما تيجي تختار الشخص المناسب لمهمة مصيرية زي دي أكيد هتختار أذكى وأقوى واحد عندك. اختاروا رقم 6، ودي لوحدها كفاية تعرفك إن المنظمة دي هتسيطر على العالم بالحظ مش بالإدارة. موظف ابن حنيوكا قليل الأدب، بيجمع نقاط الشر عن طريق أي وساخة يعملها، ومعاه أندرويد طفلة اسمها أليس، المفروض إنها المساعدة بتاعته، لكن عمليا هي الاي تي سبورت والاتش ار والمحاسب والمدير النفسي بتاع ابن المره في نفس الوقت. والاتنين هينزلوا كوكب مليان سحر وشياطين وفرسان وملوك، بينما هم داخلين باسلحه حديثه وتكنولوجيا. والمصيبه ان ولا اهل الكوكب فاهمين دول ايه، ولا رقم 6 نفسه فاهم المهمة رايحة فين. نرجع من البداية. المنظمة اسمها كيسراجي، منظمة شريرة كبيرة جدا وعندها 3 قيادات أساسية، أستاروث، بليال، وليليث، وكل واحدة فيهم عاملة فيها فاينل بوس لوحدها. أستاروث طبعا تتبضن منه لأن الواد بقاله سنين في المنظمة ولسانه أطول من مستقبله، لكنهم يدخلوا في الموضوع الأساسي. بعد ما الشركة تخلص احتلال الأرض هنبقى محتاجين جيش مقاتلين أقل، فشوية اللباوي اللي قضوا عمرهم بيتخانقوا مع الأبطال هيترموا في الشارع. رقم 6 يقول لهم أحا، يعني انتوا عملتوا لي تعديلات في جسمي وطلعتوا 200 أمي في المهمات، وفي الآخر هتقولوا لي شكرا لتعاونك معانا؟ انا اخلع راس امك. ليليث بقى، وهي العالمة المجنونة بتاعت الشركة، عندها الحل. اكتشفوا كواكب شبه الأرض وفي واحد منهم مناسب جدا للبشر، وعايزين يبعتوا حد يعمل استطلاع ويبني قاعدة وينصب جهاز انتقال، وبعدها كيسراجي تبدأ توسع نشاطها خارج الأرض. فيقول لها قبل ما أمشي ممكن ألمس، فتتحول اللحظة الإنسانية فورا لمحاولة قتل. المهم ليليث تعرفوا على رفيقتي في المهمة أليس، أندرويد على شكل بنت صغيرة لكن لسانها ابن أحبة، ذكائها عالي وفي قلبها مفاعل، لو انفجر المنطقة كلها هتتشال من الخريطة. رقم 6 أول ما يشوفها يقول إيه الخردة دي؟ أليس تقوله اضربني لو راجل، هو يجاه تقول له بس لو ضربتني المفاعل ممكن ينفجر ونموت كلنا. أحلى مسا، يعني الراجل رايح كوكب مجهول ومعاه قنبلة نووية بترد عليه. المهمة فيها هدفين، يعملوا قاعدة ونقطة انتقال بين الكوكب والأرض، ويجمعوا معلومات عن موارد الكوكب وقوته وأرضه وأي حاجة ممكن كيسراجي تستفيد منها، ولو احتاجوا معدات يطلبوها من الأرض مقابل نقاط الشر. رقم 6 عنده حوالي 300 نقطة، وليس تسأله صرف الباقي في إيه؟ يسكت، تقول له كتب وسخة صح؟ يسكت أكتر. ومن هنا نفهم إن أعظم خطر على مهمة إنقاذ مستقبل البشرية مش جيش الشياطين، هو بادجت مانجمنت بتاع ابن المرة ده يتم نقلهم فعلا. لكن أول خازوق إن التجارب اللي ليليث عملتها على جهاز الانتقال مش بالعدد اللي يخلي أي بني آدم طبيعي يركبه وهو مطمئن. رقم 6 يبدأ يقلق بعد فوات الأوان، وليليث تحاول تطمنه بمنطق العلماء ولاد الحنيوكا، نسبة النجاح 100%. عملتي كام تجربة مش مهم، ليه؟ لأن لو كررنا التجربة كتير ومرة فشلت نسبة النجاح مش هتبقى 100%. الواد يقول لهم افتحوا الباب أنا نازل، لكن خلاص هوبا اترمى هو وأليس على الكوكب، ويمشي النقل بشكل شبه سليم، بس بدل ما يظهروا على الأرض يلاقوا نفسهم في السما على ارتفاع خرافي. رقم 6 يبص لأليس، انت روبوت خارق صح؟ بتطيري؟ تقول له لا بس بنفجر. يا بنت الأحبة أنا مش بسألك عن هوايتك. تنقذهم بمظلات وينزلوا في مكان قريب من مدينة ضخمة. رقم 6 أول حاجة عاوز يعملها يرجع الأرض يطلع 200 مليليس، لكن أليس تفكروا إن جهاز الانتقال محتاج حوالي شهر عشان يستقر.
يعني حضرتك مقيم معانا. أليس كمان تضربه بنانو ماشين عشان تحميه من أمراض الكوكب، وبعدها الاتنين يبدأوا يمشوا ناحية المدينة. في الطريق يلاقوا وحوش. رقم 6 باعتباره مقاتل معدل جسديا ومنظمة الشر عندها تكنولوجيا متقدمة يدخل يواجههم ويكتشف إن الحيوانات هنا مش هزار. أليس الأندرويد عالي الأداء تعمل أنظف حركة تكتيكية، تستخدم رقم 6 درع بشري. يقولوا لها أنت الروبوت وأنا بني آدم يا بنت الأحبة، تقوله أنا مصممة بقوة بنت طبيعية تقريبا. دي مش أندرويد سابورت. في الآخر رقم 6 يضطر يصرف نقاط الشر ويطلب لأليس شوتجن فيقدروا يدشملوا الوحوش، وبعدها يجي فرسان من المملكة ويوقفوهم، ورقم 6 يتفاجئ إنه فاهم كلامهم، يفرح أنا صحيت لي قوة خارقة. أليس تقوله يا عم اخرس، أنا رفعت اللغة على الشريحة اللي في دماغك. ينزل من بطل إيسيكاي لمستخدم جوجل ترانسليت في ثانيتين. صوت نباحك يضربني. أليسا بسرعة تألف لهم قصة تقول للفرسان إن رقم 6 كان قائد عسكري مهم في بلده، لكنه اتصاب وهو بينقذها من أشرار، ومن الصدمة بقى مخه لاسع شوي. رقم 6 يبص لها، مخه إيه يا بنت الأحبة؟ لكن الخطة في الحقيقة ذكية، لأن أي سؤال غبي يسأله عن قوانين العالم دلوقتي هيتفسر إن الراجل مخبوط مش جاسوس. وهنا يقابله سنو، قائدة من فرسان مملكة جريس. سنو تشوف الوحوش اللي قتلوها وتعرف إنهم مش ناس عادية، فتاخدهم معاها للمدينة. وأول ما يدخلوا أليس تشوف آثار تكنولوجيا قديمة شبه حاجات من الأرض، دبابة قديمة، أجهزة، وحاجات السكان بيسموها artifacts. وهنا المهمة تتحول من كوكب بدائي والسلام عليكم استنى يا فحل، مين كان هنا قبل الناس دي؟ يتم إدخالهم للقصر ويقابلوا الأميرة تيلس. ورقم 6 أول ما يشوف الأميرة الجميلة ينسى التجسس والمهمة ومستقبل البشرية ويفكر حلو، بداية موفقة. لكن المملكة نفسها في مصيب، جيش الشياطين أعلن الحرب عليهم، والرجالة الشباب اتدشملوا في المعارك، والجيش ناقص قادة وجنود. الأميرة تسمع إن رقم 6 مقاتل جامد فتطلب مساعدته. سنو اللي في البداية كانت عاوزة تستغله عشان المجد والفلوس تدخل معاه في اتفاق بسيط جدا، انت تساعد المملكة وانا بساعدك تاخد مكان وسمعة. الاتنين يبصوا لبعض ويحسوا بحاجة غريبة، كل واحد شايف في التاني نفس ريحة المصلحة بنت الأحبة. وسنو نفسها تقول له تقريبا أنا بحب الفلوس والمجد والترقيات. رقم 6 يقول لأليس أخيرا واحدة بنت ناس. وفي القصر يلاقوا ارتيفاكت قديم المفروض بينزل المطر لكنه بايظ. أليس تبص فيه دقيقتين يتصلح، وهنا سنو تفرح لأن ده إنجاز تاريخي، لكن الجهاز بعد التصليح محتاج باسورد. رقم 6 هو اللي يختار الباسورد، وطبعا لما تدي بني آدم محترم فرصة يسجل كلمة هتتقال قدام المملكة كلها هيختار حاجة تاريخية. إنما إحنا بنتكلم عن رقم 6 يسجل كلمة من مستوى طفل عنده 7 سنين لسه مكتشف إن عنده أعضاء في جسمه. مبروك للجميع، تم اختيار الاسم طيزي. وأليس تبص له، انت مدرك ان الملك او الاميرة لازم يقولوا الكلمة دي قدام الناس كل مرة عشان الجهاز يشتغل. رقم 6 بالظبط، وتنزل له نقاط شر. خازوق جميل رسمي وتم اعتماده في البرودكشن. الأميرة رغم المصيبة تقرر تحتفظ بالاتنين لأن علمهم وقوتهم مهمين. ورقم 6 يتعين قائد لفرقة خاصة، وسنو تتحط معاه كنائبة ومراقبة. وطبعا سنو مقتنعة إن دي مهمة مراقبة. أليس مقتنعة إنها تعاقب. رقم 6 مقتنع إنه عنده هارم رسمي، كل واحد شايف الجوب ديسكريبشن اللي يريحه. الفرقة محتاجة عضوين كمان. رقم 6 وأليس يختاروا أصحاب أعلى أرقام قتل في السجلات. الأولى روز، بنت كيميرا مصنوعة للقتال، تقدر تكتسب صفات الكائنات اللي بتاكلها، بريئة نسبيا، قوية فشخ، وعندها وصية من جدها إنها تبقى أقوى كيميرا. والتانية جريم، كاهنة للإله زيناريث، إله الموت والمصايب، ساحرة لعنات، وعندها ميزة جميلة جدا، بتموت وترجع. يعني الست حرفيا بتموت وترجع تاني، كأن الموت عندها باب دوار. بس مع كل القدرات بنت الأحبة دي حياتها الشخصية متدشملة، وكل همها تقريبا إنها تلاقي عريس قبل ما تموت للمرة رقم 7000 وترجع تاني. رقم 6 أول ما يقابلها بدل ما يسألها عن قدراتها ولا هي هتفيده في المعارك إزاي، يدخل في أهم نقطة عند ابن المرة، متجوزة؟ تقول له لأ. يقول لها وأنا لأ. سنو تبص لهم اللي هو يا شوية لباوي، إحنا بنكون فرقة عسكرية مش فاتحين مكتب تزويج. وجريم تبدأ تشرح لهم قدراتها، هي بتستخدم لعنات قوية، بس المشكلة إن اللعنة لو فشلت مش بتقول معلش ونحاول تاني، لا بترجع تتبعبص فيها هي، يعني يا تدشمل اللي قدامها
يا تدشمل هي بإيديها والفرقة الجديدة تطلع أول مهمة حقيقية ليها. المملكة عايزة تدخل معركة كبيرة في وش جيش الشياطين، وسانو طبعا نفسها تروح لأكبر قائد قدامها وتقطعه نصين عشان ترجع بالقصر. تقول لهم فين الترقية يا ولاد الأحبة؟ أليس تقول لها اهدى يا مرة، بدل ما نروح نعض في أقوى واحد ونرجع متفلقسين نضرب الإمدادات، نقطع عن الجيش الأكل والمياه والمؤن، وساعتها مهما كانوا جامدين هيضطروا يرجعوا. سانو طبعا مش عاجبها الكلام وتقول إن مهاجمة الجنود الضعاف والإمدادات ملهاش شرف. رقم 6 يبصلها، يا بنتي أنا شغال في منظمة شريرة، هو أنت مستنياني أطلب منهم مبارزة شريفة بعد الفجر ويقرروا فعلا يهجموا على قافلة الإمدادات؟ رقم 6 يطلع لهم ويطبق دليل كيسراج الرسمي للمفاوضات، سيبوا الحاجة وامشوا على رجليكم واللي هيستعبط هندشم ال200 أمه. روز أول ما تعرف إنها تقدر تاكل من الوحوش اللي هناك عينيها تنور. رقم 6 يقول لها كل اللي يعجبك. البنت اتحولت من جندية في مهمة عسكرية لواحدة داخلة فرح ومعاها علبتين فويل، تلم اللي يعجبها والباقي يولعوا فيه. ومن هنا يظهر أول حد تقيل بجد من جيش الشياطين، هايني بتاعت النار، واحدة من القادة الأربعة. هايني نفسها تتفاجئ من أسلوب رقم 6، مفيش شرف فرسان، مفيش واجهني كرجل، مفيش الكلام ابن الأحبة ده. الراجل شاف جيش قدامه قال طب ما نجوع ولاد المرة، فتقول له بصراحة إن طريقته عجباها وتقترح عليه ينضم لجيش الشياطين وتبدأ تغريه منصب سلطة ونسوان. رقم 6 من غير ما حتى ياخد نفس موافق. أليس تشد موافق إيه يا ابن المراء؟ سانو تتصدم وتقول له انت بتخوننا بالسهولة دي؟ رقم 6 يفوق شوية ويرجع يقول لهايني ان للأسف عنده اصلا مديرات في شغله ارعب منها بمراحل، ومهما كان ابن أحبة مش قادر يبيع كيسراجي بالسهولة دي. فتبدأ المعركة، هايني قوية فشخ والمجموعة بتحاول تتعامل معاها، لكن الدنيا ما تلحقش تهدى ويظهر قائد تاني من جيش الشياطين اسمه جادل كاند، وابن المرة داخل بحجم يخلي رقم 6 يبصله ويحس ان اللعبة قررت تنزل له زعيم اخر مرحلة وهو لسه بيتعلم الزراير. جريم تدخل الخناقة وتدشمل وتموت. رقم 6 هنا بدل ما يعمل نفسه الشرير الجامد اللي مفيش حاجة فارقة معاه، يتعصب بجد، يطلب من أليس سلاح أقوى ويبدأ يدخل في الخناقة بجدية. لكن جدل كاند في الآخر ينسحب لأنه مطلوب في جبهة تانية، ورقم 6 يفضل واقف متغاظ إن جريم اتقتلت قدامه وما قدرش يعمل له حاجة. بعدها سنو تبصله وتفهمه إن هو واخد الموضوع على أعصابه زيادة ليه، وتقول له ببساطة يا عم جريم بتعمل كده عادي. رقم 6 نعم. يتضح إن دي مش أول مرة تموت أصلا. ياخدوا جثتها للمعبد ويحطوا معاها القرابين المطلوبة ويستنوا لحد الليل. رقم 6 يقرر يفضل مستنيها لحد ما تقوم عشان ما تفتحش عينيها وتلاقي نفسها لوحدها. جريم لما تصحى وتتأكد إنه كان مستني مخصوص تتأثر شوية، لأن أغلب الناس أصلا بيشوفوها حاجة مخيفة أو أداة يحدفوها في أخطر المهمات بما إنها كده كده هترجع. فتطلب من رقم 6 يخرجوا سوا. رقم 6 جواها الأفراح تشتغل. أيوه بقى يا ولاد الأحبة، أخيرا واحدة فهم، ويجيب لها كرسي متحرك حديث من معدات كيسراجي وتبدأ تتحرك بيه في الشوارع بسرعة وهي مبسوطة. وطبعا بما إن الاتنين ناس طبيعيين جدا أكيد هيخرجوا ياكلوا حاجة لطيفة ويتكلموا ويتعرفوا على بعض. لا يا فحل، الاتنين ينزلوا يرخموا على المرتبطين عشان يجمعوا نقاط شرقة. يشوفوا واحد واقف مع حبيبته، رقم 6 يطلع يبضن عليه وجريم ترمي عليه لعنة والنظام يديهم نقاط. رقم 6 مبسوط، جريم مبسوطة، والكابل المسكين نفسه مش فاهم هو دخل أنمي إيه. الشغل ماشي زي الفل. المشكلة إن جريم كل شوية ترمي لعنة واللعنة تقول لها النهاردة مش يومك يا بنتي وترجع فيها. تلعن حد يتعب هي اللي تتعب، تحاول تبعبص حد الخازوق يرجع يركبها هي. وبعد المهمة دي نتيجة خطة ضرب الإمدادات تبدأ تظهر فعل. جيش الشياطين يتراجع والرجالة في المملكة اللي كانوا عاملين شرفاء وبيقولوا خطة رقم 6 واطية يلاقوا إن ابن الحنيوكة حل الأزمة فعلا بالحركة اللي هم كانوا شايفينها عبء. يعني الجماعة قضوا وقتهم يقول لا يصح لا يجوز، فين شرف الفرسان. ورقم 6 راح قطع الأكل عن العدو وقال لهم اتفضلوا بقى يا شوية لباوي. حاربوا على معدة فاضي وعشان كده اسمه يبدأ يطلع. وفي نفس الوقت يظهر عند المملكة موضوع البطل المختار. في نبوءة بتقول إن شخص هيظهر على إيده رمز ويبقى هو اللي يقضي على ملك الشياطين. رقم 6 يصحى يلاقي علامة على إيده فيقوم نافخ صدره ويقول لهم خلاص يا فحول أنا البطل. يطلع حشرة سامة عضته وهو نايم. يا ابن المرة سيب الراجل يعيش الوهم 5 دقايق ويتضح إن البطل الحقيقي أصلا هو أمير المملكة وخرج في مهمة. المشكلة إن البطل ده نفسه يروح برج مهم ويتفلقس من وحشين قاعدين في آخر دور، وفي البرج فيه كنز محتاجينه عشان حرب ملك الشياطين. فالمملكة تقرر تعمل حملة عشان تحتل البرج.
يقعدوا يناقشوا خطة محترمة، ورقم 6 يقول نولع نار تحت. يقولوا له البرج حجر يا ابن الأحبة، يقول لهم مش عايز أولع البرج يا شوية لباوي، نعمل نار ضخمة في الجزء المفتوح ونخلي الدخان يطلع وكل ولاد المرة اللي فوق يبقوا لحمة مدخنة. المجلس كله يسكت. الخطة فعالة لكن وسخة يا خرا شنو هذا؟ فيرفضوها. رقم 6 يبص لأليس، هم اللي خسرانين، خليهم يتفلقسوا براحتهم. وبدل ما يدخل من تحت ويحارب مئات الوحوش، يستنى لحد الليل ويستخدموا معدات يتسلقوا بيها البرج من بره. في النص سينو تتعب وهي متعلقة، فيضطر يساعدها ويحملها بطريقة تضايقها جدا، وهو طبعا يعتبر اللحظة أخيرة الموقف اللي كان مستنيه من ساعة ما وصل الكوكب. فوق يلاقوا الوحشين اللي في الأسوأ البطل، واحد منهم يقع ويتعلق من البرج والتاني يحاول ينقذه. رقم 6 بدل ما يدخل مبارزة شريفة يبص للفرقة ويقول هاتوا حجارة. سانو تبص له احنا فعلا هنعمل كده يا ابن المرة؟ يقول لها أيوة، ولو التاني حاول يهاجمهم يرموا صاحبه. يعني ابن الأحبة حول معركة زعيم لمفاوضات رهائن في عمارة تحت الإنشاء، وفي الآخر ياخدوا الكنز من غير خسائر كبيرة. ورقم 6 يساوم الوحوش على حياة بعض. المملكة تكافئوا بفلوس كتير. الواد أول ما يشوف المرتب ويعرف قيمته يبص لأليس، أنا هعيش هنا. أليس تقول له انت بتتكلم بلغتك الأصلية، يعني انت مش بتهزر فعلا، لأن كيسراجي على الأرض بتدفع له مرتب ابن أحبة مقارنة بالفلوس اللي بياخدها هنا. الراجل خدم في الصحراء شهر ورجع مرة ياخد حوالي 180 ألف ين، وهنا عمل كام حركة شمال واستلم كنز. أيوة يا فحل، الولاء للشركة له حدود، خصوصا لما الشركة بنت أحبة. بعدها يجي خبر إن هايني راجعة بهجوم والقيادات العسكرية بدل ما تشكر رقم 6 تقرر ترمي فرقته قدام القادة الكبار في جيش الشياطين. هو يشم الخازوق من أول تاني، خصوصا إن واحد من كبار المملكة متضايق منه عشان رقم 6 زله قبل كده. رقم 6 يقول للفرقة لو هايني ظهرت نعمل نفسنا بنحارب شوية ونخلع. سانو دي مهمة شرفية، أليس دي مهمة انتحارية يا مرة، فوقي لنفسك. المعركة تبدأ فعلا وجيش الشياطين يطلع مخلوقات حجرية وقوات قوية. سانو تدخل على هايني بنفسها وهي معاها سيفها الغالي اللي لسه دفعت أقساطه. هايني بسيطرتها على النار تدشمل السيف. سانو تشوف قسط 5 سنين بيتحول خردة قدام عينها. أنا مش زعلان على السيف، أنا زعلان على البنك يا ولاد الأحبة. رقم 6 بدوره يضطر يفك حدود القوة بتاعت بدلته، فتديله قوة مجنونة لمدة دقيقة، وبعدها جسمه يقف 3 دقايق كاملين. يطلب متفجرات من الأرض ويقدر يقلب المعركة، لكن أول ما المدة تتخلص ابن المرة واقف متجمد في نص الخناقة، لا عارف يجري ولا يشخر حتى. وهايني جاية تخلص عليه، وجريم للمرة الأولى تقريبا من ساعة ما عرفنا بنت الأحبة دي تستخدم لعنة في وقت مفيد فعلا وتوقف. رقم 6 يبصلها انت طلعتي بتشتغلي يا بنت الأحبة. وبعدها يحصل أهم خازوق لهايني. جريم تكتشف إن مصدر قوتها حجر سحري مهم جدا، ولو خسرتوا قوتها هتنزل. رقم 6 يمسك الحجر وهايني تطلب. الشرموط يقول لها هديهولك بس تعملي اللي هقولك عليه. هايني تبدأ تنفذ أوامره وهي فاكرة إن الحجر هيرجع لها، وأليس واقفة مبسوطة. يلا يا فحم، نقاط الشر داخل. بعد ما يخلص هايني تمد إيدها. رقم 6 يدمر الحجر قدامها، تصرخ انت قلت هترجعهولي. يبصلها انا قلت؟ أليس لا، انت اللي افترضت يا شرموطة. هنا حتى جيش الشر نفسه يتصدم من مستوى الحنيكة اللي وصل له ابن الأحبة ده، وينسحب جيش الشياطين بعد ما اتدشمل. ورقم 6 يبقى بطل أكبر في المملكة، وسنو تبدأ تحترمه غصب عنها رغم إنها كل دقيقتين نفسها تذبح الشرموط. وفي الخلفية واحد من كبار المملكة يحاول يرجع سنو لمنصبها القديم، ويطلب منها تدور على دليل إن رقم 6 جاسوس، وهي أصلا شاكت فيه. وبالفعل تدخل مقرهم في توقيت ابن شرموطة وتسمعه بيتكلم مع أليس عن جهاز النقل وغزو الكوكب. خلاص ابن المرة تقفش متلبس سانو تواجهه ومفيش مساحة يحور، فتقول له إنها مش هتبلغ عنه بسبب اللي عمله للمملكة، لكن لازم يمشي فورا وما تشوفش وشه تاني. هو يطلع متبضن، وأليس تقول له إن سانو كانت رحيمة جدا، لأن أي مملكة طبيعية كانت هتعلق الجاسوس الشرموط ده على باب القصر. الاتنين يرجعوا لمهمتهم ويبدأوا تجهيز جهاز النقل. بس يجي الخبر، جيش الشياطين ناوي يهجم على العاصمة بكل قوته. البطل المختار مش موجود، وسنو وروز وجريم في الدفاع. رقم 6 يقول مالي دعوة، أنا شرير. أليس تبصله وهي عارفة إن ابن الأحبة بيحور حتى على نفسه. هو يبدأ يعمل شوية وساخة في الشوارع عشان يجمع نقاط شر، ومن كتر حركاته المقرفة يطلع له لقب جديد ويلزق فيه. لكن الهجوم يبدأ بجد، وهايني وجدال كاندو معاهم المخلوقات الحجرية يدخلوا المدينة.
روز وجريم بيحاولوا يوقفوهم. سنو تروح لرقم 6 عارفة إن طلبي بجح بعد ما طردتك، بس ساعد فلوس أملاك اللي أنت عايزه. يعمل تقيل ويقول وأنا مالي، فتقولوا إن روز وجريم لسه في المعركة. هنا قناع الشرير يقع من على وش الشرموط، لأن مهما عامل نفسه ابن أحبة دول بقوا فرقته. أليس تقوله وعشان كده أنت لحد النهاردة موظف عادي، عمرك ما عرفت تبقى شرموط كام. رقم 6 يقرر يطلب سلاح ضخم، لكن يكتشف إنه صرف جزء من نقاطه ليلة الحرب على حاجات ما تتقالش. أليس أنت قبل ما المملكة تتفشخ صرفت نقاط التسليح على الهبل. يقول لها ما كنتش أعرف إن بكرة القيامة، ولأنه محتاج نقاط بسرعة لازم يعمل حاجة شريرة. تيليس نفسها تعرض تتحمل تصرف يجيب له نقاط عشان يساعدهم، وتبدأ لحظة محرجة. والغريب إن رقم 6 نفسه يتكثف أكتر من البنات، وفي الآخر يجمع النقط ويطلب سلاح بعيد المدى ويفرتك المخلوقات الحجرية، وبعدها ينزل يكمل القتال. جدالكاند يقف قدامه. رقم 6 يطلب سلاح قطع متطور ويفك حدود القوة بتاعت بدلته ويبصله. منظمة شر واحدة كفاية للكوكب ده يا شرمط. وتبدأ المواجهة الجد. ولأول مرة تقريبا رقم 6 مش داخل عشان نقاط ولا فلوس ولا حريم، داخل لأن فرقته تحت بتدشمل، ويقدر في الآخر يهزم جدالكاند. وبعدها يساوم هايني على هدنة لمدة شهر. ليه شهر؟ لأن جهاز النقل بتاع كيساراجي محتاج شهر عشان يجهز، يعني ابن الحنيوكة واقف حرب كاملة عشان يلحق يفتح فرع الشركة. بعد المعركة رقم 6 يكون صرف بوينتس أكتر من اللي معاه ويدخل بالسالب. أليس تقول له لو رجعت الأرض وانت بالسالب الشركة هتطلع 200 أمك، يبقى لازم تفضل هنا لحد ما تسدد. رقم 6 يقول أنا عندي اقتراح، أبقى رئيس فرع كيساراجي هنا، والشركة نفسها تعجبها الفكرة، خصوصا إن الكوكب ناقص مقاتلين، فبدل ما يسرحوا موظفين بعد فتح الأرض ممكن يبعتوهم الكوكب. يا سلام، الشركة حلت البطالة بالاستعمار. بعد فترة رقم 6 يتواصل مع كيساراجي ويعرف إنهم على الأرض نفسهم مضغوطين جدا لأن الأبطال عاملين هجوم شامل. أستاروث وليليث وبليال كلهم داخلين القتال. هو يطلب تعزيزات، يبعتوله تايجر مان، واحد من وحوش كيساراجي، شكل نمر، قوته عالية جدا وسلوكه يخلي أي حد يشوفه يقول رجعوا الكرتونة من فضلكم. وفي نفس الوقت سنو رجعت تتعامل مع المجموعة، ورقم 6 ياخد سيفها المدمر ويحاول يصلحه بطريقة بدائية ويقنعها إن السيف راح رحلة ورجع. هي تصدق الموضوع تقريبا لأنها متعلقة بالسيف بشكل مرضي. مع انتصارات رقم 6 المتكررة شهرته تزيد والبنات في الحانات يتجمعوا حواليه. الواد يبص لأليس، أهو الهريم بدأ، لكن أي سمعة محترمة بناها. اللقب المقرف اللي طلع عليه قبل كده يطارد ابن المرة في الشارع. ناس تشوفه ده هو رقم 6 يفتكر إنهم هيقولوا البطل، يطلعوا بينادوه باللقب العبيط. وهنا نعرف إن مهما انقذت المملكة الإنترنت عمره ما بينسى. أليس تبدأ تعمل دراسات على الحيوانات والكائنات بتاعة الكوكب، فتسحب رقم 6 وسنه معاها للغابات. كل حيوان هنا اسمه أهبل وشكله أسوأ من اسمه. أليس قاعدة بمنتهى البرود تسجل داتا. سنو ورقم 6 خايفين يموتوا. بعدها تحصل خناقة فلسفية عبثية بين أليس وجريم عن وجود السحر والأشباح. أليس رغم إنها ماشية في عالم فيه تنانين وسحر وواحدة بتموت وترجع مصممة تقول علميا مفيش حاجة اسمها أشباح. جريم تقول أنا هثبت لك. تعمل طقس وتحاول تستدعي روح، يطلع لهم شيطان حقيقي. الشيطان يقول اطلبوا أي أمنية. رقم 6 هاريم. أليس تزقه؟ اسكت، وتقرر تختبر قدرات الشيطان. تقول له اصنع لي كوكبين صالحين للحياة. الشيطان ايه؟ تقول له ما انت قلت اي امنية. يبدأ يحاول ينزل سقف التوقعات. تقول له طب اقضي لي على جيش ملك الشياطين. يقول لها دي ابادة جماعية. تقول له طب صلح الحمام المسدود عندنا. الشيطان يبصلها بإهانة وجودية، يعني الكائن طالع من العالم السفلي يحقق أمنيات البشر، لقى نفسه جاي يعمل سباكة وفي الآخر يمشي متبضن. جريم تقول ها شفتي؟ أليس لا، ممكن يكون تمثيل. جريم تقريبا نفسها تنتحر بس عارفة إنها هترجع. في الوقت ده أزمة المياه في جريس بتزيد. جهاز المطر اتصلح، لكن بسبب الظروف والمشاكل السياسية مش عارفين يعتمدوا عليه بالشكل المطلوب، والمملكة كانت بتشتري موارد مياه من دولة اسمها توريس. فيتم إرسال سنو ورقم 6 وجريم في بعثة لتوريس عشان يتفاوضوا. وسنو فرحانة لأن ولي عهد توريس غني جدا، وهي دخلت الرحلة عندها ميشن اوبجيكتيف مختلف شوية، اتجوز الفلوس. قبل ما تقابل الأمير تسمع إنه غني جدا، مش مهم شكله، لكن لما يقابلها تلاقيه أصلع وبدين. رقم 6 وليس واقفين مستنيين يشوفوا الكرامة. سانو تحول وشها فورا لوضع يا إلهي، يا له من رجل قوي الجسد جذاب الحضور.
رقم 6 يبص لأليس: أنا ظلمت البنت دي، مستعدة تحب أورك لو معاه عقارات. وفي نفس الحفلة رقم 6 وأليس يكتشفوا حاجة أخطر. توريس عندها تكنولوجيا قديمة وأجهزة من نفس نوع الآثار اللي أليس لاحظتها. وفجأة يقابلوا هايني. رقم 6 طبعا أول ما يشوف قائدة العدو في حفلة دبلوماسية، بدل ما يسأل بتعملي إيه هنا، يمسكها ويستخدمها كرهنة قدام قائد تاني صغير اسمه راسل، قائد المياه من جيش الشياطين. يطلع إن جيش الشياطين داخل مفاوضات هو كمان مع توريس. ليه؟ لأن أرض الشياطين بتتحول لصحراء بسبب مخلوق عملاق اسمه ملك الرمال، والشياطين أصلا هجموا جريس لأنهم محتاجين أرض يعيشوا فيها. المهمة ادخلوا أرض أضخم وحش في الكوكب، خدوا الثمار، ويطلع رقم 6 أليس، سينو، روز وجريم للصحراء. يلاقوا الأشجار والثمار فعل، يفرحوا. لكن الثمار دي تطلع عمليا جزء من نظام تخزين المياه بتاع ملك الرمال نفسه. يعني هم نازلين يسرقوا زمزم من معادة جودزيلا. المخلوق يصحى وراهم. أليس تقول: اركبوا العربية واطلعوا يا عيال. يطيروا ويخسروا أغلب المياه في الهروب، وبعدها العربية نفسها تضيع. دلوقتي عندنا 5 أشخاص في نص الصحراء، أكل شبه مفيش، مياه محدودة، والرجوع مشوار طويل. أحلى رحلة عمل. في البداية رقم 6 يقول: هناكل أي وحش نقابله. يقابله أورك، يقول: إلا ده. روز وأليس يمسكوه يحاولوا ياكلوه غصب. الواد يصرخ: الكائن بيتكلم يا جماعة.